130 ألفا قادمون من إيران إلى سوريا أو أنهم متواجدون فيها بالفعل. معلومات كشفها نائب لبناني تحت عنوان التحذير من تحرك تلك الأعداد في الساحة السورية ومن ثم اللبنانية. تفاصيل تلك المعلومات تؤكد ما نشرته تقارير سابقة عن خوض إيران مرحلة العمل على استعادة نفوذها بعد انهياره في سوريا، سيما وأنها على لسان ممثلها الخاص لوزير الخارجية تؤكد من جديد متابعة ومراقبة التطورات في سوريا بحذر وتأن شديد. القرار الإيراني لا مرد عنه في عقلية صناعه في طهران، وذلك ما يدفع بالتساؤل الأهم: هل تأتي تلك البيانات والتقارير تزامنا مع حديث عن وجود احتمالات بمحاولة بعض الجهات المحسوبة على إيران اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع؟ إذن وبحسب مراقبين فثمة حراك ساخن تشعل فتيله إيران للظفر بنفوذها الاستراتيجي في سوريا بعد أن خسرته شر خسارة. لكن المعادلة باتت أكثر خطرا على مؤشر استقرار المنطقة عموما، إثر ما يصدر عن تحذيرات على لسان أمريكي بمساع إيرانية لإعادة توظيف أذرعها في مطامع الحصول على حصة الأسد في سوريا من جديد. ومع أن الأسد الذي سقط وانهار نظامه طويت صفحته إلى الأبد كما يقول السوريون، إلا أن لسان طهران نطق بغير المعتاد هذه المرة لتضع بحسب خبراء أصابع الاتهام تجاه بشار الأسد، مؤكدة أنه تسبب بانهيارها وسقوط نظامه نتيجة إهماله لتحذيرات طهران. وبذلك تطفو المواجهة الإيرانية السورية على سطح ملفات المنطقة الساخنة، ما قد يشعل فتيل أزمات جديدة ليس في سوريا فحسب بل في لبنان كذلك، وهو بحسب خبراء ما يجر المنطقة لتوتر يطال أمن واستقرار دول وشعوبها.